هلو حبايبي، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم، كنت لسه في ايفنت واتبسطت جدا في الايفنت. كان رائع 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 مع لميس بيوتي. ف حضرت الايفنت وطبعا ادونا بي ار باكجز حلوين جدا. فدلوقتي حبيت ان انا اقول لكم واعمل معاكم انبوكسينج. فخلينا نشوف ايه ادوني ايه النهارده، وكمان هوريكم حاجات من الاول ما عندي كمان بي ار. فخلينا نشوف مع بعض. النهارده كنت في ايفنت، والايفنت ده بيتكلم عن الحاجات الكوري. هو بصراحه لامم كل الاشياء الكوريه وحطيتها في مكان واحد، فانتي مش هتحتاري. وانتوا عارفين اهميه الاشياء الكوريه الفتره دي جدا جدا رائعه. فانا من الحاجات، عشان كده انا رحت الايفنت ده بالذات علشان اتعرف عن الاشياء الكوريه. انا استخدمت قبل كده اشياء كتير كوريه، بس مش يعني زي ما بيقولوا ايه، مش مختلطة قوي بالحاجات الكوري. بس طبعا النتيجة بتاعتهم حلوة جدا. منهم البيوتي اوف جيسون، ده براند انا استخدمته قبل كده وحتى حكيت عنه في اليوتيوب. فعشان كده انا حبيت ان انا اجي واحكي لكم واشوف ايه هم ادوني ايه بالظبط. اوكي، نفتح اول شنطة مع بعض، وهي الشنطة دي. اوكي، اول باكج معايا دلوقتي كتير باكج كيوت، وهو ده. فدلوقتي هقول لكم ايه داخل الباكج ومكون من ايه وفي ايه. اوكي اوكي، عشان يبقى اسهل خليني افتحه واقول لكم ايه داخل. اول حاجه بيكون اللي هو اسم البراند نفسه، اسمه راوند لاب. راوند لاب ده طبعا كوري وفي تفاصيل بتاعته كلها. اوكي، فخلينا نشوف هو موجود فيه ايه. اوكي، المنتج ده تونر. طبعا انا لسه ما استخدمتش ولسه ما شفتش ايه التفاصيل بتاعت كل منتج، فخليني ان انا استخدمهم واقول لكم فيهم رايي بصراحه. وانتوا عارفين ان انا بعرض لكم المنتجات وبعدين بشوف اذا كانت حلوه ولا لا، وكمان بعدين بتشوفوني وانا بعمل فيها شيء جديد. قبل انا نسيت نسيت قبل ما ابدا اي شيء، خليني قبل ما افرجكم على البي ار، خليني ان انا مش حاطه ليبستيك. كنت عامله النهارده اللوك ده خفيف جدا، ميك اب ناعم، وكنت حاطه اللبس، كنت عاملاها لبس كوري. فخليني دلوقتي احط لبس كوري كمان وتشوفوها ازاي كمان. نستغل الفرصه وتشوفوا ازاي انا بعمله. انا عندي دلوقتي 2 ليبستيك، واحد مات من بوكسم والتاني كلير كلر. فهستخدم اللون الاولاني المات. بحطه بس على الجزء اللي هو داخل هنا، وبسيبه ينشف شوية، وبعدين بستخدم الليب جلاس عليه بعد ما يكون نشف. بس انا دلوقتي مستعجلة. بس كده، مفيش اسهل من كده. هو ده الطريقة الكورية في الليب. نرجع تاني واقول لكم، ده زي ما قلت لكم ده التونر. دي اول شيء، ده التونر اللي انا اخدته في المجموعة. اوكي، اسمه راوند لاب 1025. اوكي، انا هجرب كل الاشياء دي طبعا وهقول لكم في رأيي فيها. تاني حاجة في كلينزنج اويل. الكلينزنج اويل كمان ده برضو من نفس البراند راوند لاب. اوكي، 200 ملي. خلينا نشوف شكله من داخل. ده شكله من داخل، واضح ان هو كتير حلو. عامة هو بشكل عام مكتوب cleansing always natural، هو طبيعي بيشيل الميك اب. اوكي، بتاخدي بس نقطتين وبتستخدميه على البشرة، او وخلال 30
ثانية بيكون شلك الكل الاويل الميك اب اذا كان ووتر بروف او عادي. اوكي دي العبوة الاولانية. كلينزر. اوكي كمان ده كلينزر. خلينا نشوف شكله من نفس البراند راوند لاب. خلينا نشوفه من داخل عامل ازاي. ده عامل كده، واضح ان هو كريمي، فخليني لما افتحه واجربه قدامكم في توتوريال او في اي شيء. اوكي مكون فيه رايز وبيعمل فوم، وتعملي بيه جنتل مساج في الوش والرقبة، وبعدين بتشيليه بالمية. اوكي فادام ان هو المجموعة دي فيها الرايز، يبقى معنى كده ان هي بتفتح اللون بتاع البشرة. اوكي ادام فيها الرز. اللي بعده ترى لميس كي بيوتي، هو ده البراند اللي انا كنت فيه. فزي ما قلت لكم هو عنده كل حاجة كوري موجودة. فانا شوفوا الباكج، واضح ان هو لطيف. خلينا نشوف التفاصيل. واول تفصيلة معايا دلوقتي دي سباركلينج تي، يعني شاي اخضر بس سباركل بالجاسمين. اوكي ومعمول كمان في كوريا، فمعناها ان هو اكيد هايدريشن. اوكي فخلينا بعدين نسقعها ونشوف الموضوع ايه. اوكي بيست كيت. نشوف الكيت دي عبارة عن ايه. اوكي اول منتج معايا دلوقتي هو التونر. اوكي دي الباكج اللي انا وريتها لكم، هوريكم داخلها ايه. دي فيها اول شيء هو اسم البراند بيرتو. اوكي اول حاجه موجوده فيه هو التونر. ده التونر سيرم، ده مكتوب عليه سنوسينج. برضو زي ما قلت لكم الحاجات دي هجربها وهقول لكم النتيجه عامله ازاي. اوكي تالت حاجه موجوده هو كمان كلينزر. المجموعه دي فعلا قالوا لنا في الايفنت المجموعه دي مكونه من البامبو، اللي هو العصيان البامبو. فمعنى ان هي فيها البامبو بيدي هايدريشن مش طبيعي، وبيخلي البشره كتير رايقه. اثار الحبوب ده اللي انا اعرفه عن البامبو. اوكي اثار الحبوب او مثلا اذا كانت اكني او الكلام ده، فهي كل ده بتروحه. ده كمان في كلينزر، ده كريم للبشره. اوكي وفي كمان سان لوشن، ده سان كريم او سان لوشن. اوكي هو SPF 50 وBA بلس 4 مرات BA بلس. اوكي دي كانت المجموعة التانية من براند بيرتو. انا مش عايزة انطقها غلط بس هي مكتوبة بيرتو. اوكي دي كانت المجموعة التانية، برضو هجربها زي ما قلت لكم واقول لكم النتيجة ايه. فانا حابة ان انا اعرفكم على البراندات الكورية اللي موجودة الفترة دي او الحاجات الجديدة اللي ابتدوا ينزلوها، عشان كده انا حبيت ان انا اتكلم معاكم فيها عشان ما تتخضوش لما تلاقوا ان في براندات مثلا قديمة وانتم ما تعرفوش عنها اي حاجة. فانا هو ده هدفي، ان اوصل لكم كل جديد وكل حاجة ترندي وكل حاجة موجودة دايما الناس بتتكلم عليها. اوكي في كمان بعتولي ده ميكسون. انا سمعت عنه قبل كده اكشلي، بس انا معرفش عنه تفاصيل كتير. كمان هو نفس الشيء،
هو Pure Ingredients Oriented Skin Care Brand. اوكي، ده شكله من داخل. اوكي، ده شكله بين اسنس. هو واضح ان هو اويل، فكمان applying all over for the face and neck. تحطيهم للبشرة الرقبة. خليني برضو اعرف التفاصيل بتاعته واعمل لكم فيديو عليه. ولو اي حد فيكم استخدم اي حاجه من البراندات اللي انا بتكلم عنها دلوقتي، يا ريت يقول لي في كومنت ويعرفني هو استخدم ايه بالظبط وكان حلو ولا لا. اوكي، كمان لسه موجود في الباكج دي الفيتا جلو ماسك. فيتا جلو ماسك، خلينا نشوف ايه داخل. دي مجموعه من الماسكات. اوكي، كلهم نفس الشيء. ف ذا فيتا جلو ماسك هو بيعمل كيرنج للبشرة. اوكي، وبعدين فخليني برضو اقرا عنه لاني كله مكتوب بالكوري، فمش هقدر احدد اي حاجة دلوقتي. دي الماسكات، مجموعة كويسة تكفي وتوفي بصراحة. ودي كانت المجموعة التانية. الباج التانية بيوتي اوف جيسون، ده اللي انا استخدمته قبل كده زي ما بقول لكم، وادولنا منها كمان جيفت. ترى تقريبا المجموعة كلها. فخلينا نشوف بعتولي ايه منهم بالظبط. اول شيء ده الرايز ميلك. اوه ايوه، انا كنت بدور عليه. ده كنت بدور عليه، التونر اللي هو فيه الحليب بتاع الرز. اوكي، كنت بدور عليه. انا استخدمت النوع التاني اللي هو بالجينسينج، بس كنت في الاساس عايزه اجيب ده بيعمل تفتيح، سمعت عنه كتير عشان كده كنت مصممه عليه. بس كويس جدا ان هو جاي لغايه عندي. دي اول حاجه موجوده. تاني حاجه اوكي، ده جرين بلام ريفريشنج كلينزر. ده انا عملت عنه فيديو قبل كده، كان قلت لكم عليه ان انا بستخدمه. ده الكلينزر او الميك اب، يعني غسول للوش. اتكلمت عنه ان هو كتير بيطلع الاشياء اللي موجوده في البشره، وكمان حلو جدا للتنظيف والهايدريشن. حلو جدا 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 بنات. ثانيه، الحاجه الثالثه موجوده هنا، ده الجلو ديب سيرم وفيه الرز. كمان ده انا استخدمته قبل كده وكان حلو جدا جدا جدا، برضو اتكلمت عنه. فخلوني ان انا ممكن لو عايزين اعمل لكم فيديو عنه مرة تانية، ما عنديش اي مشكلة. بس قولولي وعرفوني انتوا محتاجين ايه، اكتبولي في الكومنتات او قولولي انتوا محتاجين ايه او عايزين ايه بالظبط، وانا بعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها والاستفادة من كل شيء. في كمان ده مات سان ستيك، ده انا اول مرة اشوفه. اوكي، مات سان ستيك، خلينا نشوفهم مع بعض. اللي هو ده كمان اي حاجه زي ما قلت لكم، اي حاجه من الحاجات دي انتوا جربتوها قبل كده، انزلوا اكتبوا لي اذا كنتوا انتوا جربتوه قبل كده او لا، وكان الافكت معاكم ايه، حلو ولا مش حلو. اوكي، عشان قبل ما اعمل عليه يعني بعد كام فتره كده انا بعمل لكم ريفيو عليهم. ده سان ستيك عامل كده. اوكي، بدون ريحه، بيعمل ايه معرفش، بس خلينا. بس هو سان ستيك يعني واضح ان انتي وانتي قاعده على البحر مثلا
بدل ما تخلي وشك مثلا كله حر، فانتي بتحطيه عشان بيخلي لك بشرتك مات، ما بيخليهاش ان هي ايه حرانه. بس انا عندي حاجه تانية، فكره تانية، انا بحب بشرتي تبقى جلوي على البحر، فممكن يكون لي افادات مختلفه، فخلينا نشوف برضه. في ده ديانس تي كريم. انا جربت نوع بس كريم ديلي كريم، بس انا مش فاكره هو نفس الشيء ولا حاجه مختلفه، بس على ما اعتقد ان ده شيء مختلف يعني، متهيألي كده بس مش متاكده، فخليني اشوف شكله. واخر حاجه اتكلمت عليها كانت الكريم ده. الكريم نفس الكريم اللي انا استخدمته قبل كده، حلو جدا، بيرطب، بيديك هايدريشن، عامل زي الميه البارده، فحلو قوي قوي، عجبني، وكان من الحاجات اللي عجبتني. كويس، هو خلص من عندي تقريبا اول امبارح، فكويس جدا. اوكي، ودي كانت المجموعه اسبتشولا. اوكي، دي موجوده مع الكريم. دي كانت المجموعة التانية اللي ادوهاني. اوكي، دلوقتي هحكي لكم عن ايه، او هنشوف بي ار تانيين من مين. دي المجموعة فيها الورقة دي عشان كل التفاصيل بتاعت المنتجات، يعرفوكم ان كل حاجة بتستخدم لايه. كلها طبعا الغسول فيه جرين بلام، بيدي مويسترايزر وسوفتنس، وكمان كل المجموعة فيها الرايز ووتر، المية الرز، والكريم فيه الجينسين كروت، الجينسين كمان حلوة قوي. اوكي، وزي ما قلت لكم سانستيك، المات سانستيك ده فيه الكاميليا، وفي الموجورت معرفش هي ايه، بس خليني ان انا برضو اعرف تفاصيل عنها. ودي كانت الشنطة بتاعتهم. طبعا الشنط دي كلها انا بستخدمها في حاجات كتيرة يعني، الشنط دي انا بحبها بصراحة. اوكي، ودي كانت المجموعة تبع الايفنت النهاردة، فخليني ان انا كمان اوريكم بي ار لبراند تاني. اوكي، كان جالي لغايه البيت اول امبارح بدون ايفنت ولا شيء، فخليني اعمل معاكم انبوكسنج برضو للبراند ده. البراند اسمه شيرو ستور. اوكي، موجود هنا في الامارات كمان. اوكي، وباي ذا واي، مجموعة لميس موجودة. قبل ما ادخل على حاجة تانية، مجموعة لميس موجودة، لميس كي بيوتي، هتلاقوها موجودة في الغرير سنتر في دبي. الغرير سنتر بتروحوا هناك وبتلاقوا كل حاجة كوري موجودة هناك، كل حاجة كوري موجودة هناك. فلو انتوا حابين ان انتوا تعملوا تفتيح للون البشرة، سموثنج لبشرتكم، التفاصيل دي كلها، ولو عجبكم الفيديو اكيد طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناه، وتشيروا الفيديو لاصحابكم عشان يعرفوا المنتجات اللي انا بقول لكم عليها دي موجوده فين بالظبط. اوكي، التاني زي ما قلت لكم اسمه شيرو ستور. فخليني دلوقتي اقول لكم ايه اللي موجود في شيرو ستور. طبعا الحاجات دي كلها زي ما قلت لكم انا ما استخدمتهاش لسه بالعلب، فما استخدمتهاش، فانا لما استخدمها هعمل لكم فيديو تاني واقول لكم ايه الاخبار. واللي استخدم المنتجات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي يا ريت يسيب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رايكم فيها مع الاستخدام، نفعتكم ما نفعتكمش، وات ايفر، عرفوني. اوكي، شيرو عندها دي كولاجين كريم، بعتولي كولاجين كريم. الكولاجين كريم ده بزبدة الكاكاو، بتستخدميها للبشرة وغني بالكولاجين وزبدة الكاكاو. مصمم هو براند لوكال، يعني براند لوكال موجود هنا. ممكن تستخدميه على الجسم والبشرة ويحسن مرونتها ويرطبها ويقلل من الخطوط الدقيقة. اوكي، ده اللي مكتوب على العلبة. اوكي، وبيقول لك اني نضفي البشره كويس وبعدين حطيه بطريقه دائريه. خلينا نشوفه من داخل عامل ازاي. دي العبوه من داخل، كريم كولاجين، فاحنا الواحد محتاج كولاجين الفتره دي. اوكي،
فده كريم كولاجين وبرده هجربه واقول لكم رايي فيه، واللي استخدمه يا ريت يقول لي تحت في التعليقات. اوكي ده دي اونلاين والحساب بتاعها موجود على انستجرام، بس اكتبوا شيرو ستور، وكمان قولوا لهم ان انتوا جايين من تبعي، اكيد 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 هيعمل لكم خصم. اوكي تاني حاجه عندي كريم ريتينول. طبعا ريتينول انتوا عارفين ان هو بيعمل فوائد كتير قوي. ده كريم ريتينول بس بالليل بتحطيه لما تيجي تنامي. اوكي مكتوب عليه ملمس مرطب وحريري، يغذي البشره بالعناصر المفيده، ويوازن ما بين الترطيب وافراز الدهون. ده حلو جدا، بما ان مثلا في ناس بيبقى عندها تي زون او عندها مثلا اويل سكين، فده هيرطب وفي نفس الوقت ان هو هيعمل بالانس. اوكي فده كويس جدا، وبيعمل لك البشره مظهر شابا ومشدودا وناعم ومشرق. اوكي وده شكله من داخل زي كده، كريم ريتينول ليلي او نايت ريتينول كريم. تمام برضو هستخدمه واقول لكم. واضح ان المنتجات حلوه، فخليني استخدمهم واقول لكم رايي فيهم ايه. بس لو انا اتاخرت عليكم يا ريت تبعتوا لي في الكومنتات وتقولوا لي منى فين الريفيو عن المنتجات الجديده. حقكم حقكم عادي. في حاجه ثالثه، ده كمان كريم تفتيح بس عبوه كبيره. اوكي خلينا نشوف. واضح ان هو نفس الشيء زي العبوه الصغيره التانية، بس ده ممكن يكون للجسم، كريم تفتيح للجسم. فخليني برضو ان انا اجرب واقول لكم الفكره بتاعته ايه او عامل ازاي، او حبيت او لا. فانتوا عارفين الريفيوات بتاعتي اكيد لازم تكون بعد استخدامي الشخصي. انا الكاميرا هنا، عيني كاميرا، العدسه هنا، دايما ببص قدامي. اوكي هقول لكم التفاصيل بعد ما انا اجرب المنتجات. اوكي وده كانت المجموعه الاخيره اليومين اللي فاتوا، او النهارده واليومين اللي فاتوا، المجموعه اللي جات لي وان انا حبيت احكي لكم عنها او ان انا اوريها لكم. زي ما قلت لكم اهم حاجه الاشتراك في القناه وتعملوا لي او سبسكرايب. اوكي واهم حاجه لايكات، واهم حاجه التعليقات. ولو عندكم اي سؤال يخص السكين كير، العنايه بالبشره، او في الميك اب، او حابين تسالوني اي سؤال يخص اي حاجه، انا بجاوبكم فورا وبرد على شخص في كل حاجه. اوكي احبكم قوي وعايزاكم تبقوا سبورت مي علشان اقدر ان انا اعمل لكم فيديوهات كتيره توصل لكم. اوكي وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام بتاعي. طبعا هتلاقوا لوكات كتير وصور كتير وريلز كتير، وكمان ريفيو عن منتجات تانية مش منزلاها في اليوتيوب. فروحوا اعملوا لي لو سمحتوا، بليز بليز اعملوا لي على انستجرام فولو، وكمان نفس الاسم على انستجرام mona.moi369، وكمان على تيك توك mona.moi369. اوكي كمان على تيك توك هتلاقوا حاجات فاني، هتلاقوا حاجات بيفور اند افتر، بعمل حاجات، بطلع احيانا لايف. اوكي بصوص كتير. فعايزاكم سبورت مي بليز علشان انا فعلا بتعب في الكونتنت تبعي. اوكي بحبكم قوي وشكرا لمشاهدة الفيديو، واشوفكم كتير ان شاء الله الفترة الجاية. واللي عنده اي سؤال طبعا لازم يسأل وانا هجاوبه طبعا فورا. اوكي بحبكم وشكرا كتير. باي.